متابعي سندباد الكرام، ومن صولاتي وجولاتي بشيراتون اللي بقت بلد الأكيلة من شارع عبد الحميد بدوي جوار فندق ريزيدنس بلو، بنخش يمين بنلاقي واحد من أهم وأعلى المطاعم اللي نورت مساكن شيراتون وفعلا خلتها زاخرة. مطعم شريمب زون، هاني فود. ملك الفسفور. هاني فود، أيوة، هاني فود ملك السي فود، مظبوط كده. انا شفت المطعم كده ودخلت ودعيت اصدقائي عشان ناكل فيه اكله جميله، وطبعا مسكت لكم كده المنيو بتاعه، قلت اما اصوره لكم. برضو فيه وجبات لذيذه لكل فرد، وفي طبعا عروض الصواني للاكيله والاعداد. ودي اسعارها طبعا. وطبعا اكبر صينيه موجود اللي هي صينيه ويزو، او صينيه التنين المجنح اللي هي فيها اكبر استاكوزا. وطبعا هنا في الشوربه والباستا والرز. المطعم متكامل جدا بتاع القشريات والسي فود والفيليه، لكن ما بيقدمش اسماك زي مطاعم بهيج والمطاعم التانية بتاعت السمك. هو متخصص في القشريات، الجمبري، الاستاكوزا، الكابوريا، الفيليه المقلي. دي مطاعم هاني فود ملك السي فود طبعا. والشوربة، المطعم جميل جدا وزحام جدا وبتدور. لكن انا اكتشفت برضو بعديه بحوالي 200 متر مطعم بتاع التيك اواي، وعملوا فيه ترابيزات. المهم حجزنا انا واصدقائي ونزلت لنا الصينية الكبيرة بتاعته. كانت طبعا صينية مليانة، فيها استاكوزا، فيها جمبري باتر فلاي، فيها جمبري مشوي، فيها جمبري راس وديل اللي هو المقلي. الرز بتاعه مش عايز اقول لكم، ده منظر الصينيه. وطبعا بيتقدم معاها طلبات، اذا كان سلطات، اذا كان الشوك والسكاكين، المناديل. الخدمه هناك مية مية، جميله جدا. انا طلبت جنب اللي هو الملوخيه بالجمبري، جنب برضو الصينيه. وصديقي طلب اللي هو شوربه السي فود بقى المتكامله، اللي فيها اسماك وفيها آه، جمبري وفيها صبيط. مش عايز اقول لكم الطعم كان حكاية، كل طعم كده وكل جمبري وكل نوع من الانواع، ومنهم كمان اللي هو فواكه البحر، كان حكاية ورواية. ومنهم الملوخية بالجمبري. الحقيقة اكلنا وانبسطنا وشبعنا جدا من الوجبة، واسعار ولا اروع. وبيقدم برضو 14% خدمة اللي هو السفرة. طبعا ما بتقدمش فيه الوجبات اللي هي التيك اواي. الحقيقة بنصحكم تروحوا المكان، هتنبسطوا كتير. واخيرا لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلك كل جديد. شكرا جزيلا ليكم، وسلام عليكم.